السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل فرحها بشهرين راحت علشان خاطر تعمل حقن فيلر، ولكن للأسف بعد ما عملتها ماتت. صيدلي وانتحل سيف الطبيب مفاجأة في وفاة عروس التجمع بسبب حقنة فيلر. كشفت التحقيقات النيابة العامة في قضية وفاة فتاة بسبب خطأ طبي أثناء إجراء حقن الفيلر في مركز تجميل بالتجمع الخامس، تسبب في إصابتها بجلطة في الشريان الرئوي أودى بحياتها قبل موعد زفافها بشهرين. تفاصيل الواقعة اللي حصل هنا إن المركز التجميل ده الشهير بالتجمع الخامس تسبب في إصابة المجني عليها أثناء حقن الفيلر. وقالت مديرة إدارة العلاج الحر في تحقيقات النيابة العامة إن مركز التجميل المذكور صدر له ترخيص بفتح عيادات جلدية وتناسلية، يعني مش عيادة تجميل، ولا يوجد به مخالفات سوى أن الترخيص انتهى منذ أشهر قليلة من الواقعة وتم إنذارهم للتجديد. وتابعت الشاهدة في التحقيقات أن جميع الأطباء في المركز هم تخصص جلدية وتناسلية، مشيرة إلى أن الطبيب المشكو في حقه غير مقيد بإدارة العلاج الحر كمان. وأضافت مديرة إدارة العلاج الحر أن حقن مادة الفيلر لا تستلزم غرفة عمليات وتكون في غرفة عادية، وأن طبيب الجلدية أو طبيب التجميل هو اللي بيقوم بحقن المادة، ولا يجوز للصيدلي إجراء كشوفات أو حقن الفيلر داخل أي عيادة. وإحالة النيابة العامة المتهم للمحاكمة الجنائية لاتهامه بإصابة المجني عليها عمدا دون سبق الإصرار أو الترصد أثناء حقنها بمادة طبية رغم كونه غير مؤهل لإجراء ذلك التدخل أو مختص لذلك، مما أودى بحياتها. وحددت محكمة الاستئناف جلسة 12 إبريل الجاري كأولى جلسات محاكمة الطبيب ده أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، يعني بكرة إن شاء الله، على خلفية اتهامه بإصابة الفتاة بعد حقنها بمادة طبية داخل مركز التجميل قبل فرحها بشهرين. وللأسف طبعا توفت الله يرحمها، وراحت مركز التجميل وطلع مش مركز تجميل، ده عيادة للجلدية والتناسلية، واللي عمل لها كده واحد صيدلي ومش من حقه ان هو يعمل كده زي ما سمعنا. طب سايبين المركز ليه؟ وسايبين بيعملوا العمليات ليه؟ والاخر نكتشف ان هو طبيب. لله الامر من قبل ومن بعد. بشكركم جدا، بتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.